ست كانت مستعدة تبيع أغلى حاجة عندها عشان شوية فلوس، وتوصل لمرحلة إن هي تدخل رجالة شقتها وأمام عشقها وتعاشرهم قدامه في أوضة النوم، وهو كمان مبسوط وكأنها بتدوس على كل حاجة كانت بتؤمن بيها. الحكاية دي مش بس عن الخيانة، دي قصة عن قلوب باعت كل حاجة وباعت الدنيا، وعن ناس مستعدين يبيعوا كل حاجة مقابل حفنة فلوس. حابب تعرف قصة الدكتور والسكرتيرة؟ خليك معانا في القصة الكاملة. 2015 دكتور اسمه حسين عمره 58 سنة وسحر 35 سنة سكرتيرة عنده بالعيادة كانت بتشتغل معاه من 5 سنين، وعارفة كل أسراره، وهي كمان كان عندها أسرار هو عارفها، لأن كان في علاقة بينهم محرمة مدة شغلها معاه. حسين عاش طول حياته وهو بيدور على النجاح والفلوس، كان معروف في مجاله وكان عنده عيادة كبيرة في منطقة راقية في حي الدقي، لكن مع الوقت بدأ يدخل في استثمارات كتير ملهاش أمان على أمل إن هو يضاعف ثروته. وعلشان نفهم القصة من البداية هنرجع 10 سنين لورا. في الأول كانت الأمور ماشية كويس، لكن مع الوقت الحظ بدأ يخونه والاستثمارات بدأت تخسر والديون بدأت تتراكم عليه. في محاولة منه لإنقاذ اللي ممكن إنقاذه بدأ يحرر شيكات بمبالغ كبيرة عشان يسدد بيها الديون القديمة، على أمل إنه يقدر يحقق أرباح جديدة تسدد اللي فات. لكن الأمور كانت بتتدهور أكتر وأكتر. بعد ما قرر حسين إنه مش قادر يواجه القضايا والمحاضر اللي كانت بتتراكم عليه في مصر، بدأ يفكر في خطة للهروب بره البلد. كان عارف إن القبض عليه مسألة وقت، فقرر إنه يهرب لليبيا اللي كانت في الوقت ده بلد مفتوحة للناس اللي عايزة تختفي عن الأنظار. قال لسحر إنه لازم يهرب، فسألته طيب وأنا؟ قال لها هروح وأرتب أموري وأبعتلك، أنا ما أقدرش أستغنى عنك، المهم أنت كمان تختفي عن العيون، وأوعي حد من اللي واخد شيكات عليا يعرف مكانك، وإلا كل خطتنا هتبوظ. اتصل حسين بصديق قديم ليه كان شغال في تهريب الناس من الحدود. الصديق ده كان عنده خبرة كبيرة في التهريب وعنده علاقات مع ناس كتير على طول. حسين كان عارف ان الطريق خطر، لكن ما كانش عنده خيار تاني. في ليلة ساب حسين بيته في القاهرة واتحرك بسرية تامة. ركب عربية قديمة مخبي كل الفلوس اللي قدر يجمعها في شنطة صغيرة. وصل لمدينة مطروح اللي قريبة من الحدود، وهناك قابل الصديق اللي اتفق معاه. ركبوا عربية دفع رباعي كانت بتستعد لرحلة طويلة في الصحراء. الطريق كان مليان مطبات والجو كان بارد جدا في الليل وسخن جدا بالنهار. العربية كانت ماشية بسرعة في طرق وعرة وسط الرمال. كان حسين حاسس كل لحظة انه ممكن يتمسك. وبعد أيام من السفر في الصحراء وصلوا للحدود الليبية. الصديق ده استخدم علاقاته مع المهربين والجنود الليبيين عشان يعدي حسين عبر الحدود بدون ما حد يلاحظ. حسين كان حاسس بالراحة لما شاف إنه عدى الحدود، لكنه كان عارف إن الخطر لسه موجود. وبعد ما وصل حسين لليبيا وقرر يبدأ حياة جديدة بعيدة عن القضايا اللي كانت بتطارده في مصر، كان لازم يلاقي طريقة يشتغل بيها ويعيش منها. البلد كانت في حالة من الفوضى وعدم الاستقرار، لكن ده كان بيخليها المكان المثالي لأي حد عايز يختفي عن الأنظار. حسين كان دكتور متمرس وعنده خبرة كبيرة في مجاله، لكنه كان عارف إن شهاداته الرسمية مش هتفيده هنا لأنه هربان وما عندوش أي أوراق تثبت هويته. في الأول بدأ يشتغل في عيادة صغيرة مملوكة لواحد ليبي كان بيعرفه من أيام الشغل. الراجل ده كان عارف إن حسين دكتور شاطر، فوافق إنه يشغله بدون ما يطلب منه أي أوراق رسمية. العيادة كانت في منطقة نائية وصغيرة، ومعظم الناس اللي بيجوا كانوا مشغولين بأمور حياتهم اليومية وما بيسألوش كتير عن حياة الدكتور. حسين بدأ يعالج المرضى بأبسط الإمكانيات، وكان بيعتمد على خبرته الطويلة في التعامل مع الحالات اللي بتجيله. مع مرور الوقت الناس في المنطقة بدأوا يعرفوا إن فيه دكتور جديد في العيادة، وسمعته كدكتور شاطر بدأت تنتشر بينهم. الناس كانت بتيجي ليه من أماكن بعيدة، وكان بياخد مقابل بسيط على خدماته عشان يقدر يعيش وما يجذبش الانتباه. حسين كان دايما حذر، متجنب إنه يختلط بالناس كتير أو يعمل أي حاجة تخليه يلفت الأنظار. كان بيعيش حياة بسيطة جدا ما بين شغله في العيادة وبيته اللي كان عبارة عن شقة صغيرة.
بالإيجار في حي شعبي. العيادة اللي كان شغال فيها كانت متواضعة، لكنها كانت كافية لتغطية احتياجاته الأساسية. الراجل اللي كان صاحب العيادة كان بيعتبر حسين شريكه، وبيسيب ليه حرية التصرف في كل ما يتعلق بعلاج المرضى، مقابل إنه يساعده في تشغيل العيادة والمحافظة على سمعتها. بالرغم من إنه كان متمكن من شغله، حسين كان دايما عنده شعور بالخوف. كان عارف إنه لو حد اكتشف حقيقته ممكن يتسلم للسلطات المصرية، أو حتى يتعرض لابتزاز من حد يعرف سر هروبه. بعد فترة من استقراره في ليبيا ونجاحه في الهروب من ماضيه، كانت الأمور بالنسبة لحسين ماشية بشكل هادي ومستقر. الناس كانت بتثق فيه كدكتور، والعيادة الصغيرة اللي كان شغال فيها بقت معروفة في المنطقة. لكن حسين كان بيخفي سر خطير عن كل الناس. في يوم جت العيادة أمه ومعاها طفلها الصغير، كان عنده مشكلة صحية بسيطة. حسين بدأ يكشف على الطفل، لكن في لحظة ضعف شيطانية استغل الفرصة واعتدى على الطفل ده. الطفل كان مرعوب وما كانش فاهم ايه اللي بيحصل، ولما الأم اكتشفت الوضع بدأت تصرخ وتطلب النجدة. الخبر انتشر في المنطقة بسرعة والناس كانت غضبانة ومرعوبة. حسين عرف ان مفيش قدامه وقت كتير قبل ما الناس يمسكوه او يبلغوا السلطات الليبية. هنا قرر انه لازم يهرب تاني، لكنه كان عارف ان ليبيا ممكن يتمسك فيها ومبقتش امان ليه. في نفس الليلة جمع حسين كل اللي يقدر عليه من الفلوس وحاجات مهمة، وركب عربية قديمة كانت بتستخدم في التهريب زي ما عمل قبل كده لما هرب من مصر، لكن المرة دي كان هروبه أصعب وأخطر، لأنه كان عارف إنه مش بس بيهرب من القانون، لا كمان من غضب الناس اللي كانوا عايزين ياخدوا حق الطفل. بمساعدة بعض المهربين اللي عرفهم في ليبيا قدر حسين يعدي الحدود ويرجع مصر. لكن رجوعه لمصر كان رجوع لمكان مليان بالخطر، لأنه كان لسه مطلوب في قضايا الشيكات، وده غير إنه بقى هربان من تهمة أخطر بكتير. بعد ما رجع حسين مصر كان عايش في خوف وقلق مستمر، لكنه كان محتاج حد يثق فيه. قعد في شقة صغيرة في حي البساتين، فكر في كل اللي بيعرفهم قبل ما يهرب لليبيا، ومن بين الناس اللي جت في باله كانت السكرتيرة اللي كانت بتشتغل معاه في العيادة قبل ما الأمر يتلخبط. هنا قرر يتواصل معاها، وكانت المفاجأة لما اكتشف إن هي سابت شغلها في العيادة بعد ما هرب ودخلت في عالم مظلم في الشقق المفروشة عشان تقدر تعيش وتجيب فلوس. حسين كان شايف إن دي فرصة يقدر يستغلها لمصلحته، فقرر يقابلها ويتكلم معاها. لما شافها لأول مرة بعد فترة طويلة لاحظ إن هي اتغيرت جدا، بقت شخصية مختلفة مليانة نشاط، وبقى شكلها شيك جدا. وهي علشان بتثق فيه قالت له كل اللي بتعمله. حسين بدأ يستدرجها في الكلام وبدأ يلمح ليها إنه ممكن يساعدها ويضمن ليها دخل ثابت وأمان أكتر، وإنه مش هيجيب لها غير الناس الغنية اللي معاها فلوس. عرض عليها إن هي تشتغل عنده في شقته وتستقبل رجالة بنفس الطريقة اللي كانت بتعملها قبل كده، لكنه أضاف شرط غريب جدا، إنه هو يكون موجود ويشوف كل اللي بيحصل. في الأول كانت مترددة، لكن حسين أقنعها إن كده هتكون تحت حمايته وإنه هيضمن ليها الأمان من أي مشاكل ممكن تواجهها. السكرتيرة وافقت في النهاية بسبب الظروف اللي كانت فيها. حسين بدأ يدير الموضوع من شقته، بدأ يجيب رجالة مستعدين يدفعوا فلوس كتير مقابل المتعة المحرمة. حسين كان بيتفرج على كل اللي بيحصل في الشقة، وكان بيحس بشعور غريب من السيطرة والانتقام من كل حاجة حصلت ليه في حياته. بمرور الوقت الفلوس بدأت تيجي لحسين بشكل كبير، لكنه كان عارف في قلبه إن اللي بيعمله خطر وممكن يوصله لنهاية أسوأ من اللي كان هرب منها. حياته بقت مليانة خوف، وكل يوم كان بيزيد شعوره بالذنب والعار، لكنه كان مستمر في طريقه من غير ما يفكر في العواقب اللي ممكن تيجي في أي لحظة. مرور الوقت بدأت الأمور تخرج عن السيطرة بالنسبة لحسين وسحر. الشقة اللي كانوا بيشتغلوا فيها بدأت تجذب الانتباه بسبب الحركة الغريبة اللي كانت بتحصل فيها طول الوقت. الجيران كانوا بيلاحظوا دخول وخروج الرجالة بشكل مستمر، بدأت الشكوك تتزايد بينهم. في يوم من الأيام واحدة من الجيران شافت حاجة مريبة، إن الشقة دي بيدخلها مجموعة من الرجالة كل شوية وبعد ساعات بيطلعوا منها. قررت تبلغ الشرطة عن النشاط الغريب اللي في الشقة. الشرطة بدأت تراقب المكان،
بدأوا يجمعوا معلومات عن حسين وسحر. كان واضح إن في حاجة غلط بتحصل في الشقة، والشرطة كانت عايزة تكتشف الحقيقة في نفس الوقت. واحد من الزباين اللي كان بيجي الشقة بدأ يحس بالتهديد من حسين، خاصة لما حسين بقى يتحكم في كل حاجة بتخصه في حياته بعد انتهاء اللقاءات. لكن حسين كان بيصورهم من غير ما ياخدوا بالهم وهم مع سحر، وكان بيبتزهم وياخد منهم فلوس مقابل انه ما يفضحهمش ويديهم الفيديوهات بتاعتهم. الزبون ده قرر انه يبعد عنهم نهائيا، لكنه خاف من تهديدات حسين، وده خلاه يفكر في طريقة يتخلص بيها من الموقف ده. الزبون ده اتواصل مع الشرطة بشكل سري برقم مجهول في نفس الوقت اللي الست بلغت عن الشقة، وبلغهم بكل التفاصيل عن حسين وسحر وعن اللي بيحصل في الشقة. الشرطة استغلت الفرصة وعملت خطة لمداهمة المكان والإيقاع بحسين أفندي وسحر متلبسين. في ليلة كانت جمعة الشرطة حصرت الشقة من غير ما حد يحس. دهموا المكان فجأة. حسين كان واقف بيتفرج على سحر وهي مع زبون، ولما الباب اتفتح ودخلت الشرطة حسين وسحر كانوا في حالة صدمة وخوف. الشرطة قبضت عليهم هما الاتنين والزبون معاهم. حسين اتكشف قدام الناس كلها وسره اللي كان مخبيه بقى معروف. الشرطة لقت أدلة كتير في الشقة تثبت تورطهم في الدعارة واستغلال الناس، وكل حاجة كانت موثقة بالفيديو. حسين وسحر اتحولوا للمحاكمة والتهم كانت تقيلة جدا: الدعارة، استغلال النفوذ، والتحريض على الفساد، وكمان الشيكات والولد اللي في ليبيا. في المحكمة حسين حاول يدافع عن نفسه ويقول إن الظروف هي اللي أجبرته على اللي عمله، لكن القاضي كان حازم جدا، والمجتمع اللي كان في يوم من الأيام بيحترمه كدكتور ناجح بقى شايفه كرمز للخيانة والفساد. اتحكم على حسين وسحر بأحكام قاسية جدا وتم حبسهم في سجن مشدد. حسين بقى يعيش في زنزانة ضيقة محاصر بالذكريات السوداء والندم، عارف ان كل حاجة عملها في حياته رجعت عليه بالدمار والهلاك. سحر كانت هي التانية بتعيش نفس المصير، لكن واضح ان النهاية دي كانت نتيجة طبيعية للحياة اللي هم اختاروها هم الاتنين. هنا خلصت قصتنا، قصة الدكتور وسحر. يا ريت تقولوا لنا رأيكم في اللي عمله الدكتور، وايه مجموعة الشر اللي كانوا فيها، وايه مجموعة الانتقام اللي كانوا فيه، وايه الاستغلال البدني والحاجات اللي بيعملوها ديت. يعني طالع من حوالي 3-4 قضايا وهي نفس الحكاية. فايه رأيكم في الموضوع؟ في امان الله، وكونوا دايما بخير وبصحة وسلام. في امان الله، مع السلامة.